السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ثانوية عامة 2024 هنتكلم في الفيديو ده عن موضوعين مهمين جدا. اول موضوع وهو ان ازاي تراجع فيزياء دلوقتي، وايه اهم الاجزاء اللي لازم تبقى مركز عليها، ولو مش بتعرف تحل الاسئلة لحد دلوقتي تعمل ايه. هنتكلم عن اي حاجة ان شاء الله تخص الفيزياء. والموضوع التاني المهم جدا دلوقتي امتحانات المواد اللي مش بتنضاف للمجموع، الإحصاء والدين والاقتصاد. خلاص الامتحانات بتاعتهم قربت، وهقول لك ايه المصادر اللي انت تذاكر منها المواد دي علشان اما تخش الامتحان تعرف تأدي كويس ان شاء الله. فكمل معايا الفيديو للآخر. اول حاجة بالنسبة للفيزياء، عندك كهربية وعندك حديثة. الكهربية لازم الباب الأول تبقى مذاكره كويس قوي وعارف الأفكار اللي فيه، لأن الباب الأول هو اللي هيبني عليه باقي الكهربية. الفيزياء مرتبطة ببعضها جدا، فلازم أفكار الباب الأول دي تبقى أنت متدرب عليها، ولازم تبقى فاهم كل فكرة فيه، سواء بقى مقاومات والحاجات دي كلها لازم تبقى فاهمهم، لأن ده اللي هيبني عليه طول الكهربية. طيب بالنسبة بقى عايز تراجع فيزياء أو عايز تذاكرها، فأنت على طول تروح للحل. هي الفيزياء دي كلها مادة لازم تحل فيها. طيب هتقول لي انا دلوقتي لحد دلوقتي في حاجات مش بعرف احلها، ايه حل المشكله دي؟ فانا بقول لك حل مشكله الحل اللي انت تحل. يعني بجد انت بتقول لي انا ما بعرفش احل، فبقول لك حل الموضوع اللي انت تحل. لان انت طول ما انت راكنها او طول ما انت بتقول انا مش بعرف احل فيها هتسيبها مش هتحل. انما حتى لو مش بتعرف وايدك بتعودها على الحل، حتى يا عم انت لو والله يعني انت مثلا ايه جاي تحل، في اسئله اكيد بتقف معاك، تمام، ده مفيش اي مشكله، اللي يقف معاك سيبه واسال فيه المدرس واعرف فكرته. انما اللي انت تسيبها خالص ده اللي غلط. لازم حل المشكله اللي انت تحل، لازم تجيب ورقه وقلم كده وتقعد تحل مع نفسك. لان انت في الامتحان الموضوع هيبقى سهل والله وكل حاجه، بس هي اصعب حاجه ان انت ازاي تبدا المساله، ازاي الخطوات تبقى مرتب الخطوات بتاعتك وانت بتحل علشان توصل لنتيجة في وقت قليل. فده كله لازم اللي انت تبقى دلوقتي عامله، لازم تتدرب عليه دلوقتي علشان اما تروح الامتحان وسط التوتر تبقى عارف انت اولك فين واخرك فين، عارف انت هتبدأ المسألة ازاي، عارف الخطوات بتاعت المسألة وانت بتحلها علشان توصل لنتيجة في وقت قليل. فانت الكلام ده كله لازم تتدرب عليه دلوقتي، ولازم تتعود عليه دلوقتي. فعلى طول لازم دلوقتي حل فيزياء بالهبل. حتى يا عم انت لو في اسئله بتقف قدامك، والله الاسئله اللي بتقف قدامك دهيت يعني هتدعي لي ان في اسئله هتقف قدامك. في نوعين من الناس، اللي انت السؤال يقف قدامك وتسيبه، وسؤال يقف قدامك وتروح تسال المدرس بتاعك وتعرف فكرته وتدونها عندك. النوع الاول ممكن يلاقي نفس الفكره، والله ممكن تلاقي نفس الفكره اللي انت سبتها ده في الامتحان قدامك وتقعد تدن جنبها مش هتعرف تحلها. انما انت لو كنت رحت سالت المدرس وكتبت فكرتها هتلاقيها قدامك ان شاء الله هتحلها. والله ما تستهونش بالكلام ده، لان الكلام ده حصل معايا انا في الامتحان. والله فكره كانت مره واحده حليناها في الدرس واتشرحت قدامي. الفكره دي والله لقيتها بالظبط، هي مره واحده اللي اتحلت قدامي لقيتها بالظبط تيبيكال في الامتحان. قعدت جنبها بجد قاعد اعصر دماغي اتحلت ازاي، والحمد لله عرفت افتكرت اتحلت ازاي وحلتها. فما تستهونش بالكلام اللي انا بقوله ده. يعني الحاجه بدل قدامك وعرفت فكرتها لازم تدونها عندك علشان ما تنساهاش. ما تستهونش بالموضوع، انت ممكن تلاقي نفس الفكره تيبيكال في الامتحان وتقعد تتعيط جنبها تقول يا ريتني. فالموضوع ده لازم اللي انت ما تعرفهوش، اللي انت ما تعرفش فكرته وانت بتحلها، تسأل فيه وتدونها عندك. ما تطرمخش على الموضوع بالله عليك، لان انا بقول لك اهو حاجه حصلت معايا، والله حاجه حصلت بجد. فكره اتحلت مره واحده لقيتها قدامي في الامتحان. ده بالنسبه لموضوع الحل. طب ايه الحاجات اللي تساعدك على الحل دلوقتي؟ ان انت تقوم جايب ورقه كده، تقوم كاتب قوانين الكهربيه كلها كاتبها في ورقه، وقوانين الحديثه كاتبها في ورقه، علشان وانت بتحل دلوقتي تبقى الدنيا ايه، مثلا اتزنقت في قانون ولا حاجه بدل ما تقعد تدور يبقى الحاجه قدامك، ده هيساعدك اللي انت تحل ويشجعك اللي انت تحل. فبجد بدل هنقول فيزياء بعبع الثانويه لازم هتبقى حل. لازم اللي انت تقعد تحل كتير فيها، حتى لو يا عم فايتك ايه، او حتى مثلا لو مش بتعرف في بعض الاسئله بتقف قدامك، ده كله عادي.
بس صدقني اهم حاجه دلوقتي اللي انت تحل كتير. الحل الكتير دلوقتي هو اللي هيساعدك في الامتحان، وهو ده اللي هينفعك والله في الامتحان. والافكار اللي انت بتشوفها مره واحده بس، يعني ما تقولش بقى دي ما بتتكررش فمش مهمه، لا، حاجه هتشوفها مره واحده ممكن تلاقيها قدامك في الامتحان، فما تستهونش بالموضوع ده. فزي ما قلنا اكتب القوانين بتاعتك في صفحه كده علشان وانت بتحل، وكمان الافكار اللي بتشوفها مره واحده او الفكره اللي انت مش عارفها تقوم كاتبها الفكره قدامك. علشان ايه؟ علشان اما تيجي قبل الامتحان بقى تبص على الحاجات دي وتراجع الافكار ده. فدي اهم حاجه في موضوع الفيزياء. وبجد زي ما بقول لك الفيزياء لازم تحل بايدك، لازم تتعود على الحل بايدك، لان هي النقطه والمشكله في الامتحان ان انت المسألة هتبقى قدامك، بس النقطة ازاي هتمشي خطوات المسألة، ازاي هتقدر توصل للناتج في الاخر بالضغط اللي عليك في الامتحان في وقت قليل. ده هتوصل له امتى؟ لو فعلا بتحل دلوقتي وبتحل بايدك دلوقتي وبتبقى عامل خطواتك. غير كده صدقني مش هتعرف تعمل حاجة. بالنسبة بقى للموضوع التاني وهو المواد اللي ما بتنضافش للمجموع، انا عارف خلاص الامتحانات بتاعتها قربت. اهم حاجه بس انا عايزك تبقى يعني مطمن كده، وان شاء الله الامتحانات دي بمجرد اللي انت بتخشها وبتحل كام سؤال فانت ان شاء الله ناجح. فما تخليش الموضوع ده عقبه في حياتك دلوقتي. طب ايه المصادر اللي انت تذاكر منها للامتحانات دي؟ عندك اول حاجه ماده الاحصاء. هتلاقي مستر لطفي زهران بينزل فيديوهات عن الاحصاء. بجد انا سمعت فيديوهات السنه اللي فاتت سمعتها، والله لو ركزت في الفيديوهات دي لا تخش تقفل احصاء، لان انت بيديك قوانين الماده كلها بتبقى معاك، وبتلاقي المسائل اللي بيحلها قدامك على السبوره هي المسائل اللي بتيجي في الامتحان. فانت اللي هتسمع كام فيديو اللي هيعملهم عن الاحصاء دول فانت ضمنت الاحصاء في جيبك. طب بالنسبه للدين، هتلاقي عندك الدين والله ماده سهله جدا. هتلاقي فيديوهات لمستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق، هتلاقي فيديوهات منزلينها على الدين هتسمعها هتخش في الدين هتقفله ان شاء الله. طب بالنسبه بقى للاقتصاد، هتلاقي فيديوهات شرح كتير ليه وحل كتير. انا عن نفسي سمعت كام فيديو حل للاقتصاد وحاولت ابصمج شويه، انا بصمجت وانت هتبصمج، كلنا هنبصمج الاقتصاد بيتبصمج. فانت هتشوف ايه، هتحاول مثلا تعلم كلمه في السؤال تربطها بالاجابه علشان اما تشوفها الدنيا تبقى سهله عليك. فما تقلقش خالص من موضوع امتحانات المواد اللي ما بتنضافش للمجموع، ان شاء الله هتحل فيها كويس. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتم. ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناه يا ريت تعمل سبسكرايب وشير للفيديو. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي.